السلام عليكم. نبدأ ببسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. النهارده حبايبي هنعمل معاكم الأكلة ديت. النهارده أكلة الشتاء الجميلة دي طبعا بطريقة تاروكا إن شاء الله، اللي هو الرز الأبيض والقلقاس، ومعانا طبق اللحمة بالخيار بالطماطم، وعندنا الفل اللي هو الجزر بتاع ده، الليمون والزيتون اللي احنا عاملينه على القناة جميل جدا. وعندنا القلقاس بخضار وطعم وبريحته الجميلة. إن شاء الله نخش على الطريقة مع بعض. ونبدأ في عمل القلقاس بطريقة تاروكا. إن شاء رب العالمين الطريقة دي هتعجبكم جدا. نبدأ ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما تنسوناش من اللايك والشير، ما تنسوش تدعمونا، وجزاكم الله كل خير. ونخش بقى على الفيديو ونشوف الطريقة ازاي. هنبدأ إن شاء الله ونصلي على رسول الله، ونبدأ نحط اللحمة بتاعتنا. وانا جايبه كمان مصورة معاهم عند الجزار. حطينا اللحمه، وبعد كده هنسيبها بقى نحط التوابل بتاعتها حالا. كده انا حطيت التوابل يا حبايبي، بس اللي كانت اللقطه ما جاتش اللي هي الطماطم والبصل والفلفل الاسود والورق اللورا وحبهان وعودين الاخضر، ده عودين اللي هو الكزبره، بقول لكم بيطعم الشوربه جدا، وفصين الثوم وحبه جنزبيل. دي البهارات بتاعتنا بتخلي طعم الشوربه خطير جدا. جربوها كده بالكزبره، بتبقى حلوه جدا ومفيده. هنبدا بقى نجهز وجبه الغداء بتاعتنا، وبعد كده نكمل معاكم. كده يا حبايبي ابدا احط الرز. انا حاطه حبه الزيت في الحله. احط الرز بقى بتاعي، اعمل رز ابيض. احط بقيه الرز واقلبه. واحط عليه حبه الملح. انا بحط الاول الزيت وبقلبه في الزيت شويه، والسمنه دي بحطها اخر حاجه. السمنه او الزيت ده بحطها عشان تدي النكهه جميله جدا مع الرز، بتخليه مفرفر وبيلمع وشكله حلو. هنا يا حبايبي هبدا بقى احط الميه بتاعت الرز، واوطي بقى عليه لحد ما يتشرب. والميه طبعا كلكم عارفين وشاطرين، الميه بتبقى مغطيه بس وش الرز، وتبقى طبعا في ايدنا احسن ما نبقى نغرقه ونخليه معجن. يعني ما تبقى الميه قليله، وانا لو احتاج ميه ازوده افضل من ان ازود الميه فيه. الميه بس تبقى على الوز، على وش الرز كده. هغطيه ان شاء الله واوريه لكم بعد ما احط بقى حته الزبده فيه كده او السمنه، ونوريه لما يستوي. هنا يا حبايبي القلقاس اهو كنت انا مفرزاه معاكم. هحطه بقى في الحله، وحطيت الشوربه اهوت. هحطه واوريه لكم لما يستوي، ونعمل بقى الاكله بتاعتنا الجميله النهارده. هنا يا حبايبي قطفت الكزبره ومعايا الثوم. وادي برضو كنت انا حاطه السلق اهو، وبحطه طبعا بكتب عليه عشان ما يتوش مع الحاجات المجمدات. السلق بتاعه اهو اخضر وجميل زي ما هو، برضو مقطعه معاه كزبره وطحناه. فهحطه برضو اديله في الكبه. هحطهم في الكبه برضو، واديهم ضربه بس خفيفه كده. واهم شيء في القلقاس، اهم شيء التوم. كتر التوم بيديله نكهه مع الكزبره. فانا هحط الحاجات دي واضربها ضربه برضو في الكبه، وبعد كده نعلق عليها اهو يا حبايبي. السلق بعد ما ضربناه اللي احنا مفرزينه، وحطيت عليه حبه كزبره مع التوم. جربوه بالطريقه بتاعتنا دي، جميل جدا وروعه. ماشي. هنبدا بقى نحطه في الطاسه ونقليه برضو لازم نكتر له السمنه. بتحبوه بالزيت هم اعملوه بالزيت. سمنه لازم يكون سمنه كتير او الزبده مع حبه زيت. هبدا اقليه واوريه لكم بعد ما اعمله. القلقاس ده حبيبتي يا حبايبي من اكلات الشتاء الجميله الحلوه، برضو اللي بتدفي ايام الشتاء مع السخونيه بتاعتها دي، والاكله بتبقى حلوه جميله جدا مع الشوربه. بتبقى من الاكلات الشتويه الجميله برضو المفيده. كده يا حبايبي حطيت السمنه على حبه زيت، وقلت لازم تكون السمنه كتيره. حطيت اهوت السلق مع الكزبره مع الثوم. وشايفه الخضار بتاع السلق اللي انا اساسا مخزناه، مع شويه الكزبره مع شويه الثوم. حلو جدا اهو يا حبايبي.
كده ونقلب بقى فيها على الريحه بتاعته. جربوا طريقتنا دي، بيدي طعم القلقاس حلو جدا. وادي القلقاس بتاعنا اهوت بعد ما عملناه، هوريهولكم يا حبايبي. بصوا القلقاس ده برضو مخزناه من الايه، من الموسم اللي فات اهو. ده اخر اكياس بقى عندي. هنكمل بقيه بقى التقليب لحد ما تبدا ايه التومه تصفر. انا بحبه مخضر، في ناس بيحبوها محروقه او بيحرقوا الايه بيحرقوا اللي هو الايه السلق والكزبره. انا بحبها بخضاره كده عشان بتبقى ايه فايدتها احسن. فيا دوبك بس كده خلي الايه التومه بتاعتي تصفر وتطلع الريحه بتاعتها الجميله دي بتاعت اللي بتخلي بقى ريحه البيت كله ايه بالنسبه للتقليه بتاعتها بتبقى حلوه جدا. ودي طبعا من ايه، من اكلات الشتاء الجميله اللي بتدفي. إيه، اخليها بقى كده لحد ما يصفر لون التومه، وبعد كده ايه اوريكم الاكل بتاعنا النهارده. كده يا حبايبي اهو ده الحمار اللي انا عايزاه، بس الصفاره بس تبقى في الايه، اقطع عليها وابدا احطها على الايه، على القلقاس. بصوا يا حبايبي كده خلاص، نبدا بقى نحطها على القلقاس بتاعنا اهو. بص الجمال، بص الشكل الجميل. ان شاء الله تعملوا طريقه تيتا روكا وتشوفوا الطعم شكله ايه، طعم وريحه بسم الله ما شاء الله. جربوا طريقتنا في عمل القلقاس، ان شاء الله نغرف الاكل واوريكم اكلتنا النهارده الجميله، اكله الشتاء الجميله اللي بيعشقها الناس كلها، حلوه قوي. ماشي يا حبايبي، هغرف الاكل واوريكم. ودي كانت اكلتنا حبايبي النهارده اهي. يا رب تكون الاكله دي عجبتكم النهارده. ادي الايه الزيتون والليمون اللي احنا خليناه معاكم على القناه، وادي القلقاس على منظره وعلى حلاوته وخضاره والطعم والروعه روعه. هنا الحاجات البسيطه، اللحمه بتاعتنا البسيطه مع الجزر ومع الخيار ومع الطماطم، وده الرز بتاعنا الابيض. فان شاء الله يا رب النهارده تعجبكم اكلتنا، وكنتوا وصلتوا معنا لاخر الفيديو. ما تنسوناش من اللايك والشير، وجزاكم الله خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.